هنعمل فطير مشلتت، احلى فطير مشلتت ممكن تعملوه في حياتكم. مورق كده من جوه والسمنه ماسكه فيه كويس وطري وحاجه خطيره قوي. ندخل على المقادير بتاعتنا. معايا كيلو من الدقيق نخلاه كويس جدا، عليه نص معلقه من الملح ومعلقتين سكر. ممكن نقلل كميه السكر وممكن نزود عادي. واهم حاجه نكون نخلين الدقيق كويس جدا ونقلب كل المكونات الجافه دي مع بعضها. ومعايا كوبايتين من الميه، هنزل بيهم بالتدريج كده مش مره واحده، لحد ما تكون معايا عجينه طريه كده وملساء. ونعجن فيه بايدينا كويس جدا، ما ننزلش بكميه الميه كلها عشان ممكن الدقيق بتاعنا ما يحتاجش كل الميه دي، وممكن عادي دقيق ياخد معانا كوبايتين ميه ويمكن ازيد كمان على حسب نوعيه الدقيق اللي احنا بنستخدمه. لازم نستخدم نوع دقيق كويس يكون متعدد الاستخدامات. ونعجن كده في الفطير كويس جدا، ما تقلقيش عادي من العجن. الفطير بيحتاج عجن كتير، وممكن تستسهلي على نفسك وتحطيها في العجانة وتعجني من غير بقى بيكنج باودر ولا مادة دهنية. هي مية وملح وسكر فقط لا غير. ونفضل نعجن كده لحد ما العجينة بتاعتنا تكون طرية معانا، بس ما تكونش طرية بدرجة الطراوة بتاعت البيتزا مثلا او القرص، لا تكون طرية وفي نفس الوقت محكمة شوية، نقدر نمسكها بايدينا عادي. دلوقتي انا كنت حاطة كيلو دقيق، احتجت كيلو دقيق ونص كوباية من الدقيق كمان الم بيها العجينه بتاعته. وزي ما انتم شايفين عجينه طريه، ما بتلزقش في ايدينا ولا متشقه ولا اي حاجه. هنسيبها في الجو الساقع ده يعني ترتاح لمده نص ساعه كده، وبعدين نبدا نشكلها معانا. نجيب صينيه كده نحط فيها معلقه من الزيت او السمنه. اهم حاجه ندهن الصينيه بنوع زيت كويس، زيت ذره، اي نوع زيت كويس ما يكونش له ريحه. وما تقلقوش خالص، مش هيلزق معانا في الفطير او هيطبع معانا بالفطير، فما تقلقيش. السمنه اللي انت هتحطيها عليه هي اللي يعني الفطير هياخد طعمها. انا بس بحط الزيت ده عشان الفطير ما يلزقش في بعضه، واما اجي اشيله تكون الكوره متشكله زي ما هي. هشكل الفطير بتاعي. اهم حاجه نغطيه واحنا بنشكله كده عشان ما ينشفش مننا، لان الجو ساقع ما يعملش قشره من فوق كده. هعمل 4 كرات كبار. انا الكيلو الدقيق بتاعي هيعمل لي فطيرتين كبار، فهعمل 4 فطاير، 4 كرات فطير كده من العجين كبار، والباقي هشكله صغير جدا زي حجم القرصة كده بالظبط، عشان دي الكبيرة اللي هلم بيها الفطيرة بتاعتي في الاخر. طبعا ممكن نعملهم فطيرتين اتنين بس ونفرد كده على الطبلية زي ما اهالينا كانوا بيعملوا، وممكن زي ما احنا بنورق واحدة ورا واحدة، وده اللي بيكون احسن. هسيبهم يرتاحوا كده ساعة، يعني نص ساعة كمان، وبعدين هرجع لهم كده يكون الفطير بتاعي ارتاح كله ساعة. زي ما انتم شايفين هضغط كده في الكورة بتاعتي، هيكون الكورة بتاعتي لو طلعت لفوق يبقى كده مرتاحتش، لو فضلت مكانها كده يبقى ارتاحت كويس جدا. اول حاجة كده ممكن نغسل الرخامة بتاعتنا وننضفها كويس جدا ونورق عليها الفطير بتاعنا. او ممكن نعمل زي ما انا عملت، لو موسوسه في النظافه شويه زي حالتي، تجيبي الصينيه بتاعتنا كده وتكوني غسلاها كويس وتبداي تورقي عليها. هنفرد طبعا الصينيه بتاعتي، نحط عليها كده معلقه من السمنه. انا عامله ميكس ما بين السمنه والزبده، ممكن تعملي سمنه بس او زبده بس اللي انت حباه، انا عامله ميكس ما بينهم. هدهن الصينيه بتاعتي كده وابدا اورق كده، وكل ما اورق الواحده قبل اقفل اول واحده كده على بعضها زي ما انتم شايفين. وبعد كده اللي انا ورقتهم التانيين هحطهم في قلبهم كده. انا هعمل بالظبط عامله كورتين كبار من الفطير، يعني الفطيره الكبيره اللي هلم بيها، و8 صغيرين. يعني الرق بتاع الفطيره بتاعتي هيبقى 8 صغيرين و2 كبار، يعني هيبقوا 10 رقات. هتاكلي احلى فطيره مشلتته ممكن تعمليها. وتورقي ما بين كل واحده وواحده، والسمنة بتاعتك تكون باردة عادي، ما تكونش سخنة. ولو في الجو الساقع اللي احنا فيه ده السمنة مسكت معانا، ترجعي تعمليها تاني، يعني تسيحيها على النار تاني، ما فيش فيها اي مشكلة. واهم حاجة تغطي زي ما قلتلك عشان الفطير بتاعك ينشف. طبعا في الصيف بتعجنيه يرتاح 10 دقايق، تقطعيه وبعد ما تقطعيه يرتاح 10 دقايق كمان، وتبداي تشتغلي فيه. اما في الشتاء بتختلف شويه، بنسيبه حوالي اول مره نص ساعه، وبعدين نص ساعه كمان، وبعدين نص ساعه. يعني بالكتير مننا بياخد ساعه ونص كده، وبيكون احلى فطير جاهز معانا ومش بياخد وقت خالص. يعني ما تستصعبيش الفطير بتاعك، مش صعب. لو داخله المطبخ لاول مره هتعمليه بكل سهوله، مش هياخد منك اي وقت خالص. ودي الفطيره الكبيره اللي هلم بيها الفطيره بتاعتي.
هاورّق فيها كده، وطالما مرتاح كويس الفطير معاكِ عمره ما هيقطّع ولا هيشد منِّك، ولو اتقطّع حاجة بسيطة ما تقلقيش خالص، افردي بكل سهولة، ولازم تكوني تفردي كده لحد ما ترقّي الفطيرة بتاعتِك عشان ما يبقاش تقيل معاكِ من جوّه ويعني وتخين كده، لأ إحنا عايزين السمك بتاعه يبقى خفيف كده واللقمة بتاعتنا طرية ونعرف ناكلها. أحلى فطيرة مشلتتة ممكن تعمليها. ودي آخر واحدة اللي هنلِم بيها الفطيرة الكبيرة بتاعتنا، وطبعًا أنا هاسيب الفطيرة ترتاح حوالي نُص ساعة على ما أعمل الفطيرة التانية، أكون شغّلت الفرن على ما آجي أدهن وش الفطيرة التانية، هيكون خلاص الفطيرة بتاعتنا ارتاحت وبقت كويسة جدًا ونفردها وندخّلها. أنا كده خلّصت الفطيرة بتاعتنا، هاحط على وشّها سمنة كده وأغطّيها واسيبها في الصينية بتاعتي، ودي الفطيرة التانية اللي عملتها برضه، هاحط على وشّها سمنة كده وهاغطّيها وأدخّلها برضه مكان دافي كده ترتاح فيه. مش مشغّلين أي نار ولا أي حاجة، وبعد ما ارتاحت حوالي نُص ساعة السمنة بتاعتي كانت جمدت بالشكل ده، آخُد حتّة منها كده أو قشطة لو متوفّر أو لبن، المتوفّر عندِك حُطّيه. أنا كده السمنة بتاعتي حطّيتها على إيدي كده وعلى وش الفطير، وفردت كده الفطيرة بتاعتي كويس جدًا، لازم نفردها كلّها بالسُمك واحد عشان ما تبقاش تخينة من حتّة وخفيفة من حتّة. لازم تكون الفطيرة كلها بنفس السمك. حط على وشها سمنة كده ومشغلة الفرن على درجة حرارة 200 وهدخلها على النار مباشر، وبعدين هطلعها فوق على الشبكة تاخد وش. والفطيرة التانية كده بعد ما ارتاحت برضو هعمل فيها نفس الوضع، هحط عليها معلقتين سمنة كده من فوق وهفردها في الصينية بتاعتي بالشكل ده. وطبعا الفطيرة دي كبيرة عن الفطيرة التانية فحطيتها في صينية أكبر. وكل ما الفطيرة كانت رقيقة كده وحلوة كل ما كان طعمها أحسن. دخلتها الفرن مدة يعني بالضبط 5 دقايق كده، من 5 ل7 دقايق وبتستوي معانا على طول. وأول ما بتطلع معانا باللون الجميل ده بنطلعها على طول وباحط على وشها معلقتين سمنة بلدي كده وباغطيها بكيسة كده عشان ترتاح. زي ما انتم شايفين كده لازم نحط الكيسة عشان تطرى معانا، أما لو هتاكليها على طول تلاقي وش الفطير كده بيقع منِّك، يعني حاجة بسيطة، أمّا لو غطيتيها وسبتيها حوالي ربع ساعة والّا نُص ساعة وشها هيطرى جدًا ومش يعني ما فيش حاجة هتتفرفت معاكِ كده من وش الفطير. أنا سبتها حوالي 5 دقايق شربت بس وش السمنة اللي أنا حطيتها عليها وبدأت أقطّع فيها كده، كانت نوعًا ما طريت معايا. وخلاص ما أخدتش منّي أي وقت خالص. حطيت عليها وش السمنة بتاعي كده معلقتين سمنة كده يطرّوا وشّها كده واغطّيها لحد ما ترتاح معانا، وحطيت الكيس بتاعي عليها كده يعني يطرّي وشّها واغطّيها كده ونبدأ طبعًا نجهّزاه. لو بتحبيه تاكليه سُخن زي حالاتنا فمش هتصبري عليه وهتقطّعيه، وهيكون معاكِ أحلى فطير مورّق لونه حلو أوي دهبي من برّه كده من الوش ومن الضهر كده ومورق زي ما انتم شايفين بالشكل ده بقى من غير بيكنج باودر ولا مادة دهنية كده، حاجة اللهم بارك. وتحطي كده بقى شوية عسل اسود على طحينة، احلى فطير ممكن تاكليه احلى ما بتجيبيه من الفرن كده، طعمه خطير قوي. مورق طري من بره كده ومورق من جوه كده وطري وطعمه خطير. تاكليه كده بقى مع عسل اسود على طحينة، عسل اسود لوحده، عسل نحل، جبنة قديمة، جبنة بيضة، مربى، أي حاجة انتِ حابة تاكلي بيها، فهو فطير حادق يتاكل يعني حادق وحلو كده في نفس الوقت، وخطير أوي مش بياخد مننا أي وقت خالص. دي الفطيرة التانية سايباها ترتاح. أنا قدمت الصينية الأولانية اللي هنفطر بيها أو هنتغدى بيها، يعني حاجة حلوة أوي. يا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم وإن شاء الله يعجبكم وتجربوه.